أهلا بيكم في نشرة العاشرة وأبرز الأخبار المحلية والعالمية. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اتصال من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتكلموا عن جهود وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وكمان إدخال المساعدات. السيسي أكد أن مصر بترفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني، وأن حقه ثابت في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ومن ناحية تانية وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتكلم تليفونيا مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وناقشوا تطورات غزة بعد ما حركة حماس وافقت على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار. وأكد الوزير أن الكرة دلوقتي في ملعب إسرائيل. أما على صعيد آخر، هيئة السكك الحديد سيرت القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، وبكده وصل عدد اللي رجعوا حوالي 5728 راكب. وفي اليابان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ألقى كلمة مصر بمؤتمر تيكاد 9، وشدد فيها على دعم القارة الإفريقية للسلام، وكمان أكد أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأخيرا، مصر رحبت بالتحركات الدولية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، خصوصا الجهود اللي بيبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستعداد واشنطن وموسكو لعقد قمة جديدة الشهر الجاي في ألاسكا.